السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان. خلص الشهر الكريم وخلص العيد وكل سنة وانتم طيبين. هنرجع تاني ندور على الأكلات السريعة اللي ما بتاخدش وقت في تحضيرها. النهاردة بقى حبيت أشارككم الوصفة. هنعمل صينية جلاش باللحمة المفرومة بالمرتة بتاعة الزبدة. زي ما قلتلكم المرتة بتستخدم في بعض الأكلات. طاسة على النار وهنحط فيها معلقة من الزبدة. اول ما الزبدة تسيح نكون محضرين بصلتين كبار جدا متقطعين صغير. انا هعمل نص كيلو لحمة مفرومة، يعني لكل ربع كيلو لحمة بصلة كبيرة جدا. اول ما البصلة تدبل معانا كده ولونها يبقى شفاف كده هننزل عليها باللحمة المفرومة ونخلط اللحمة مع البصل. هنلاقي لونها بدأ يتغير للون البني ده. نكون محضرين فصين توم وسط ونقطعهم فوق اللحمة، مش عايزينهم مبشورين، عايزينهم مقطعين. ونقلب التوم مع اللحمة، واول ما ريحة التوم تظهر هنقطع قرنين فلفل رومي ونضيفهم للحمة والبصل والتوم. عايزة تحطي فلفل شطة براحتك، تقدري تحطي فلفل شطة. دلوقتي بقى هنتبل اللحمة بتاعتنا. معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة من الكمون، ربع معلقة من الفلفل الاسود، رشة شطة، نص معلقة من السبع بهارات، ورشة قرفة. وتعالوا نتفق ان مش كل اللحمة اللي بتتعصج بنفس الطريقة. هنكون بقى محضرين الصينية اللي هنبدأ نشتغل فيها. دي زبدة وعليها المرتة بتاعتها، بتدي طعم حلو قوي 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 للاكلات اللي بنستخدمها فيها. انتي لو عندك زبدة لسه ما سيحتيهاش، سخني الزبدة على النار واستخدميها بالمرتة بتاعتها. لو عندك زبدة متسيحة وعندك مرتة لوحدها، ضيفي مرتة على الزبدة ودوبيهم في بعض وانتي بتسخنيهم على النار. ندهن بقى الصينية بتاعتنا، وبعدين نبدأ نرص ورق الجلاش، وبين كل ورقة وورقة ندهن دهنة من الزبدة اللي بالمرتة لغاية ما نخلص نص كمية ورق الجلاش اللي معانا. ولو في حاجة مقطوعة من ورق الجلاش نخليها في النص. ونضيف اللحمة المفرومة بتاعتنا ونوزعها كده بالتساوي، وهدي بس رشة جبنة موتزاريلا كده في النص، علشان الأطفال بيحبوا الأكلات اللي بتمط، اللي بيبقى فيها مطة الجبنة. وبعد كده بنكمل بقية لفة الجلاش، وبنأكد بإيدينا كده، بنضغط على الجلاش وبنقطعه بقى حسب ما احنا عايزين. لازم نقطعه علشان واحنا بنسقيه. معايا بقى بيضة هحطها في كوباية، وهدوب البيضة جدا قبل ما اضيف اللبن. في ناس بيحطوا اللبن ويرجعوا يكسروا البيضة عليها، هتلاقوا البيضة مش بتدوب كويس وبتنزل معاكوا كتل وكلاكيع، يا اما بتقعدوا كتير تدوبوا فيها. ندوبوا البيضة الاول وحطوا عليها رشة فلفل اسود، وبعدين كملوا بقية الكوباية حليب، ونرش كده الحليب اللي عليه البيضة ونسويه في الصينية علشان الصينية من كل الجهات تتشرب منه. ما تخافوش، كوباية اللبن دي مش كتير ومش هتعجن معانا الجلاش بتاعنا، بالعكس دي كده مظبوطة، وكان الجلاش طري وحلو جدا. هحط بقى كده موتزاريلا على كل قطعة، بحيث ان الموتزاريلا تسيح فوق القطعة ما تبقاش سايحة في الصينية كلها. كده الصينية بتاعتي جاهزة. وانا بشتغل في رص الجلاش في الصينية كنت شغلت الفرن بتاعي على درجة حرارة 180، وهاخد الصينية احطها رف اوسط في الفرن. هتاخد معايا تلت ساعة. لو الفرن بتاعكم لقيتوه ما خلاش الوش بتاع الجلاش احمر، شغلوا الشواية لغاية ما الوش ياخد لون، وبعدين تطلعوها على طول. هاخد الصينية بتاعتي ادخلها الفرن ونرجع نشوف شكلها بعد ما تطلع من الفرن. ودي كده الصينية بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن، ريحتها حلوة قوي. كمان انا بلف الصينية بورق فويل علشان اكتم السخونة بتاعت الجلاش جوه الجلاش، ما ينشفش مني في الهواء وما يبقاش بيفتت، لا يبقى طري وجميل. فغطوه بغطا او غطوه بورق فويل علشان يفضل محتفظ بالطراوة بتاعته، بالطريان بتاعه يفضل طري. هنعيد تاني بالسكينة كده على الفواصل بتاع التقطيع علشان تبقى كل قطعة
منفصلة عن التانية ونقدر نطلعه بكل سهولة. وصفة سهلة جدا وسريعة جدا، وكانت لذيذة جدا جدا، وهتجربيها وهتعجبك وهتعجب أسرتك. وخلص فيديو النهاردة، ولو عجبك الفيديو هستنى انك تعملي شير ولايك للفيديو، ولو ما اشتركتيش في قناتي دوس على زر اشتراك وفعلي الجرس لو حابة يوصلك مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.